أننا قلناها قبل 14 عاما: إن كانوا يمتلكون جيوش الأسد فإننا نمتلك جيش الواحد الأحد. ها نحن قد عدنا يا شام، ها نحن قد عدنا يا دمشق، ها نحن قد عدنا يا سوريا، ولكن اليوم قد عدنا رافعين رؤوسنا بفضل الله، قد عدنا لنسجد لله على هذا الفتح العظيم وعلى هذا النصر العظيم. فاليوم يا أهل الشام ما جئتكم اليوم إلا كي أقبل رؤوسكم واحدا واحدا، ولو أتيح لي فرصة أن أقبل أيديكم لقبلت يد كل سوري واحدا واحدا. فأنتم والله صريع المجد، وأنتم نسل الأحرار، أنتم لكم فضل عظيم علينا بعد الله سبحانه وتعالى. فنحن اليوم والله ما جئناكم إلا لأننا نحبكم. غزة لن تغيب بينكم ولا من قلوبكم، فنحن مطمئنين بإذن الله عز وجل. نحن ما جئنا لنذكركم بغزة، فغزة حاضرة في قلوب السوريين، ليس اليوم، بل لأنه بيننا نسب من الدم، بيننا نسب من الجراح. فحينما كانت تقصف غزة بالصواريخ كانت تقصف إدلب بالبراميل المتفجرة، وحينما كانت غزة تعاني الجراح كانت مساجد إدلب والشام تصدع بين يدي الله في قيام الليل لأجل غزة. وحينما كانت تقصف إدلب، وأذكر هذا الموقف قبل 11 عاما وقد كنت إماما لأحد مساجد غزة، أننا كنا نقف قياما لليل ندعو لإدلب، بل كنا نقف بعد الصلوات نجمع المال لأجل إدلب، وقد مر على إدلب سنوات وهي تجمع المال لأجل غزة. فنحن لن نذكركم بغزة، فهي حاضرة في صدوركم، حاضرة في قلوبكم، لأن الأمر ليس مجرد مديح، ولكن لأن الأمر بيننا وبينكم سنوات من الدم ومن الجراح، لأن الذي كان يقصف غزة هو الذي كان يقصف إدلب، فلا فرق بين ذلك البائد ولا فرق بينه وبين نتنياهو. لذلك لا أريد أن أطيل عليكم، فاليوم يا أهل الشام ليس يوم الخطب ولا يوم الكلمات ولا يوم العبارات، اليوم يوم التكبير. يوم التكبير، اليوم يوم الفرح، اليوم يوم رفعة الرؤوس. فسيروا على بركة الله، فلن تعود الشام إلى الماضي. الشام بإذن الله عز وجل عادت لتكون شامة في جبين هذه الأمة. عادت الشام يا أمة محمد، عادت الشام بفضل الله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله عنا خير الجزاء وكتب الله أجركم، ونحن على موعد قريب بإذن الله عز وجل، بعد أن كتب الله عز وجل لنا صلاة في الجامع الأموي. نحن على موعد قريب بإذن الله، وهذا وعد رباني بصلاة فتح وتحرير في ساحات المسجد الأقصى. الله أكبر.